125 ألف شخص فاتوا بس مشان يحضروا حفلة فنانة القرن 21، شمس الغنية، ملكة الإحساس، النجمة الذهبية، الديفا، الهضبة، عرابة الجيل، القيصرة، وملكة الإحساس أم البيس. فاسمحوا لي يا أعزائي سيداتي وسادتي أن أرحب بكم في الحلقة الأولى من برنامج الهبد الأهبد على الإطلاق. اللي بده يفتح المشكلة على السوشيال ميديا حابب يجيب فيوز. إذا أكلتك بالغلط بتزعلي؟ 60,000 إنهم يهبدون. ظهرت أم البيس قبل حفلتها بالسعودية بفيديو عفوي جداً عم تسأل فيه أحد المنظمين إنه كم متفرج ومعجب بصوتها الرائع ناطرين برا. إلا 60,000. فوق 60,000؟ وترتني أكثر. ليش؟ إيه 60,000 عزيزي المشاهد البريء، يعني نفس عدد الحاضرين بملعب الكامب نو خلينا نقول بنهائي الدوري الإسباني مثلا. لسه ما عطيناك الكبيرة، روق ولا يختل توازنك لأنه القادم أدهى وأمر. خلصت الحفلة وانبسطنا كتير. فكر بيسان بتسكت بتقول خلص كل شي تمام، حفلة وعدت على خير. لا، تطلع وبتهبد هي ومن حولها بشكل واضح وصريح إنه عدد الحضور كان 125 ألف شخص. وصفحات الأخبار والفانزات بينقلوا بشكل أعمى لك ولا مصدر رسمي أو غير رسمي أو موقع أخبار موثوق أو إدارة الحديقة صرح بهيك رقم، بس هيك منحب نهبد ونكبر الهبدة. اسمع يا مشاهد مشان تكون على اطلاع. أول شي بحساب بسيط استغرق 5 دقايق بمساعدة الشات جي بي تي قدرنا نعرف إنه كحد أقصى عدد الجمهور بين 7,000 و 9,000 شخص. إذا فلقت حالة القصة افهم يا مشاهد، كحد أقصى هدول كلهم 9,000، طبعا بالاعتماد على مساحة الحديقة وعين شات جي بي تي الدقيقة يلي خليناه يعد الناس واحد واحد. أما منطقيا ف125 ألف شخص إذا بدهم يفوتوا على الحمام بيعملوا كارثة بالكوكب. لك إذا بدهم يشربوا مي بدهم نص احتياطي مدينة الرياض من المياه الجوفية، وخاصة بعد حفلة غنائية لفنانة الجيل والطرب الأصيل أم البيس. تعرف أنت غنوا كتير معه. إذا 125 ألف جاعوا ما بتكفيهم كل مطاعم مدينة الرياض وما حولها من المدن المجاورة، كيف بيعملوا مجاعة بالمنطقة؟ مو خلاف أم البيس بتستاهل جمهور أكبر لسه. أي بس ما في داعي نهبط ونقول إنه 60,000 و125,000 و170,000 عند بعض الفانزات بس مشان نزعج بعض ناس أو بعض فانزات. بالختام رح نترك لك مشاهد للجمهور يلي حضر حفلة أم البيس مشان تفكر وتقدر وتكتب لنا بالتعليقات كم شخص حضر الحفلة حسب توقعات.